المملكة السعودية ودعم من دولة الأردن الشقيقة. في بعض الدول تدعمنا. احنا ربي سبحانه وتعالى يحقق الأمن في البلاد ليبيا، يعني بلاد إسلامية وبلاد الشعوب شعب ليبي شعب طيب شعب مسلم شعب محافظ جدا. طبعا هو محل اطماع لان البلاد غنيه جدا ومحل اطماع. كلمة توجهها للشعب المصري والحكومة المصرية. نعم. كلمة توجهها للشعب المصري والحكومة المصرية. الشعب المصري رفع حفظ الله سبحانه وتعالى مصر اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. مصر اللي كان فيها تجلى الله سبحانه وتعالى في مصر في جبل الطور. انت بالجبل المقدس طوى طلع عليك. الله سبحانه وتعالى تجلى في مصر. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كم مرة وأوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الخير. يعني مصر يعني نوجه كلمة للشعب المصري انه يتكاتف في هذه المرحلة ويلتف وراء القيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حتى ربي سبحانه وتعالى يحفظ مصر ويجعل فيها الأمن والأمان وينقلها من هذه المرحلة حتى هي يعني احنا مستهدفين كلنا. الاستهداف أكبر نراه الآن الجيش المصري. يعني نحاول نجر الشعب المصري الجيش المصري كم مرة سواء في سيناء ولا غير سيناء ولا لأحداث زي اللي حصلت في ليبيا زي حاجات اللي صارت في ليبيا ورد عليها الجيش المصري فقط. يعني نحن نحاول يعني لكن الحمد لله ان فيه عقول كبيره عند المصريين. في عقول كبيره وفي ناس يعني تخاف على بلادها تخاف على امن مصر من امن ليبيا. احنا امن واحد. نحن عمق استراتيجي نحن ليبيا وليبيا عمق استراتيجي لنا. والقبائل اللي انت شايفها دي كلها كل القبائل الحاضره الحاليه في مصر كلها منها فروع في مصر. اي قبيله في ليبيا هي منها. وبالنسبه للعلاقات المصريه الليبيه في ليبيا هل في تعارض؟ نعم. هل في مشاكل ما بين المصريين والليبيين؟ هو مش تعارض. هو طبعا بالنسبه نوجه انا للشعب المصري للحكومه المصريه وجهنا من نخفف يعني احنا نسال الامن والامان. لكن المواطن الليبي لما ينزل مصر يواجه بمشاكل كبيره جدا. لا انا بتكلم عن عكس يا فندم. نعم. انا بتكلم المصري اللي موجود في ليبيا هل في مشاكل؟ لا ما فيش. اي مصري يعتبر انه ليبي يعني يعتبر ليبي يعني الا طبعا بالنسبه للنصب والاغتيال والامور هذه الفهلوه اللي تحصل في مصر هذه في ليبيا لما يتعرض ممكن يتعرض حتى ليبيا. لو ان اي مصري يتعرض لشيء يتفقوا عليه الليبيين كل الليبيين يتفقوا عليه. تمام. هل في مشاكل بالنسبه للليبيين هنا في مصر؟ لا هو بالنسبه لما المصري يدخل لمصر ما فيش مشاكل. يعني الشعب المصري مش شعب طيب ونحن اخوه وصاهره ودم واحد واسره. يعني لما الدوله الوحيده في العالم لما ينزل لها الليبيين يشعر ان في بلد مصر. لكن المشكله مش في مصر. المشكله في الاجراءات اللي بالجمله. يعني فيه تعقيد متعمد. يعني ممكن تنزل اسره تقعد يوم كامل وهي قاعده بالجمره قاعده واطفال صغيره وناس كبيره وناس مرضى. يعني فيه شيء متعمد. نحن نساله ان يكون فيه تفتيش دقيق. نساله انما لابد يكون في امن. لو ما فيش حاجه تخش على مصر دقه. لكن نواجه بالطريقه اللي هي حاصله. اجراءات التاشيره برضه بطريقه يعني تحس ان يعني ايه ابرز النقاط اللي حضرتك انا عايز نوجهه للحكومه المصريه. نعم. ايه ابرز النقط اللي حضرتك عاوز تطلع بيها من المؤتمر ده؟ ابرز حاجه عاوز تطلع بيها من المؤتمر ده؟ ابرز حاجه هي الجلسه اللي احنا جالسين هذه. تمام. يعني مذابه فيها الفوارق. الليبي يشعر انه مصري والمصري يشعر انه ليبي. نحن وحده. نحن اخوه اشقاء على مدى التاريخ. حتى الحدود الموجوده دي حدود مصطنعه يوضعها الاستعمار عشان كان الفتره اللي كان مصر كانت تمد في عمر المختار والميادين وضعوا الحدود دي. احنا ما لناش دوله واحده. شكرا.